تدخل لشباب بلوزداد، طبعا مولودية الجزائر وفاق سطيف، كذلك اتحاد العباس، وتأهل نصر حسين بايع على حساب طرابو. المهم ايضا والفرق المتأهلة حتكون في دور حاسم، راح تكون طبعا القرعة. عملية القرعة تحمل مفاجآت، ربما مفاجآت كبيرة في الدور حولها لصالح فريق اتحاد حراش، لكن تسديدة من ملال اصطدمت ب حاليا ملال هو صاحب الدقائق الأخيرة، صاحب أو منقذ اتحاد حراش. إذا كان فيه كرات فيه محاولة، ولكن إذا كان فيه كرات ثابتة ممكن أنه تكون الفرصة لصالح فريق اتحاد الحراش. أما إذا كان ما فيش فرص يعني للكرات الثابتة راح تكون مهمة الحراش، مهمة اتحاد الحراش صعبة. يونس كرة ثابتة لصالح قتال مد كرته بعمرية وطويلة ناحية، لكن التدخل من دفاع فريق أهلي البرج. 4 دقائق كوقت بدل ضايع بالحفيظ، 4 دقائق من الوقت البدل الضائع لصالح أو يعلنها غربال، وتدخل والمحاولة لصالح فريق اتحاد حراش اللي حاول أنه في هذه الكرة يكون خطير، ومحاولة في طبعا للمراوغة، لكن يجي لاعب آخر، ثم التدخل من الدفاع، دفاع أهلي برج بعرانيج يخرج الكرة هذه مباشرة، الكرة عكسية برقم 9 من أهلي البرج اللي هو لاعب مبل. شوف الصور التي يصنعها انصار فريق اهلي البرج، فرحه كبيره طبعا للتاهل امام اتحاد الحراش، هذا الفريق المختص كذلك في كاس الجمهوريه وفي الادوار المتقدمه. يعني اتحاد الحراش في كل موسم تقريبا يعني يزيح فرق كبيره، وهو فريق كبير كذلك فريق اتحاد الحراش يلعب بفرقه شابه، فرقه من الامل. يجب الاحتفاظ بهذه اللاعبين يعني الشبان واعطائهم فرصه، هذه شجاعه نقول من الطاقم الفني، تشجيع الطاقات الشابه وتشجيع الامال. و ليست نهايه العالم طبعا بالنسبه للطاقم الفني، لانه الفرق او مقابلات كاس الجمهوريه نقدر نقول ان كاس الجمهوريه تختار الفريق، هي التي تختار الفريق اللي يفوز بها. ف لا الاسم ولا تاريخ الفريق هم اللي يصنعوا فائز بكأس الجمهورية. على شارف على الصورة وتبقى حوالي أقل من دقيقتين ويعلن الحكم عن نهاية المباراة وسقوط أحد لاعبي أهلي برج بعرانيج، فقدم له الإسعافات بيرا ومساعده في بيرا عبد الكريم ومساعد بيرا في طبعا محاولة الحفاظ على هذه النتيجة، نقول حتى يعني نبقى نقول
الفرق اليوم اللي وصلت وانهزمت. محاولة وبقراني، شوف وش ضيع علاوي ضيع كرة، ضيع هدف في الثواني الأخيرة، في الدقائق الأخيرة. وراني صالح لكن تقص المحاولة وترجع لأهل البرج يا علاوي، ثم أصبح فريق أهل البرج يضيع كرات ويربح وقت. ولكن الحكم نظن بعد هذه المحاولات راح تكون المحاولات الأخيرة، يعلن بعد ثواني عن نهاية الشوط. حاليا طبعا صفحة المقابلة فيها تلعب على الأعصاب وما فيش تركيز من اللاعبين، خاصة من فريق اتحاد حراش الذي يحاول في هذه محاولة خطيرة جدا من ملال الذي كاد أن يخادع الحارس مداح. حقيقة هذا الشاب يستحق التشجيع، يستحق تشجيع كبير. شوف الكرة ما خرجتش بعيدة فوق العارضة الأفقية بعد قوة التسديد. هذا لاعب يعد بالكثير، ملال بن عمار يعد بالكثير إن شاء الله، وسيكون عنصر فعال إن شاء الله في المنتخب الوطني الجزائري. الحكم غربان مصطفى يبقى بل يعلن عن نهاية الشوط الثاني والمباراة، وتأهل برج بعراريج، شباب أهلي برج بعراريج إلى الدور القادم وصعود مداح. عبد الحفيظ لو سمحت، نعم تفضل لو سمحت على المباشر مع عبد الكريم بيران، مبروك عليكم التأهل للدور الربع النهائي. كيفاش كانت المباراة بالنسبة لكم؟ ماشي سهلة، ما فريق متمرس، فريق منظم. نظن اليوم الكاس خيرتنا، كان عندنا معنا الحظ، ضربة جزاء ضيعوها، اللاعبين مشكورين امنوا بقدراتهم، ونظن اليوم نقدروا نقولوا انه فريقنا راه في طريق صحيح. مبروك علينا، والجمهور هذا الرائع عموما فرحان بالتأهل، ما حبسناش هنا، وان شاء الله نتمنى ان نزيدوا روحهم اكثر. عبد الكريم بيران، فريق اهلي البرج بعراريج منذ نهائي 2009 يتأهل للدور الربع النهائي، تعتبر نتيجة إيجابية بالنسبة لك، خاصة أن طموحكم يبقى هو صعود الرابطة المحترفة الأولى. والله الكأس هو كتاب مفتوح، ما نقدروش نقولوا أنه هدف، ولكن المردود تاعنا أمام تاجنان واليوم أمام الحراش يبين باللي فريقنا عنده شخصية، ونادي البرج نادي كبير. شخصية الكبار تقصد عبد الكريم بيران. بالنسبة ما تشوفش منعرج المباراة، هو كان في التصدي حارسكم الجزاء، تضييع ضربة الجزاء من اتحاد الحراش كان منعرج المباراة. كناش ربع ساعة الأولى تاع الشوط الثاني كنت متخوف من الإرهاق، لأنه لعبنا 7 مباريات في 25 يوم. عموما نقول أنا لاعبين مبروك، برافو، تهاون مستحق، وهارد لك الفريق الحراش. يعني راح تحضر الميركاتو بنجاح إن شاء الله. شكرا، هنيئا لكم مرة أخرى. شكرا عبد الحفيظ. سنحاول مع حنيشاد إذا أمكن، سأحاول مع حنيشاد على كل هو ضغط تحت ضغط النتيجه، الاقصاء طبعا لازم نقدر ظروف مجموعه اتحاد الحراش لانهم تحت ضغط لاقصاء ان صح التعبير، وسنحاول ربما اننا نختار من لاعب من اهلي برج بعراريج بعد لحظات. اذا مبروك لاهلي برج بعراريج والالتحاق بالربع النهائي والفرق المتأهلة. طبعا أهلي برج بعراريج واتحاد الحراش قدم عرضا ومقابلة في مستوى يعني سمعة الفريقين. طبعا اتحاد الحراش ضيع وأهلي البرج ضيع، وأهل البرج كان طبعا السباق للنتيجة وسجل هدفا كان كافيا للتأهل. وطبعا اليوم تألق الحارسين مداح ومقراني، هنيئا للعطاء وهنيئا للأداء، أداء اللاعبين فوق أرضية الميدان، وللجمهور الذي نقدم له تحية طيبة، تحية أخوية
رائعة، لأنه كان رائع فوق من على المدرجات. هنيئا للاعبين اللي قدموا ما عليهم فوق أرضية الميدان. هذه هي كرة القدم، هذه هي الفرجة. نتمنى إن شاء الله أنه يعني نكونوا مباراة مثل هذه، وحتى أفسح المجال للزملاء يعني الموجودين في الاستوديو. أشكرك محمد صالح بوساكر على تدخلاتك، أشكر الفرقة التقنية وزميلنا المخرج نوفل على هذه الصور الجميلة جدا. نفترق ونلتقي بكم في فرصة أخرى بحول الله. عيشوا وتارة كأس الجزائر مع موبيليس. وأخيرا لوين برو جاهزة، مصممة من طرف محترفين ومخصصة للمحترفين. استفيدوا حتى 15 ساعة مكالمات نحو جميع الشبكات، مكالمات وSMS مجانية وغير محدودة نحو موبيليس، وحتى 5 جيجا انترنت بتدفق عالي. استفيدوا أيضا من مكالمات مجانية مع زملائكم، وحتى ساعة نحو الخارج. اختاروا لوين برو لتأمكم ابتداء من 1100 دينار في الشهر. موبيليس أينما كنتم. إذن يكتمل العدد رقم 8، وهو أهلي برج بوعراريج الذي فاز بهدف مقابل 0 في مباراة كانت مثيرة. اتحاد الحراج ضيع فرصة التعديل عن طريق ضربة جزاء من اللاعب بولخوة. اتحاد تبس سيصنع المفاجأة برباعية كاملة مقابل هدفين بملعب محمد بومزرق بالشلف، وهو الذي يلعب في القسم الهاوي ويلتحق بالدور الربع النهائي. طبعا يأمل أن يعيد الكرة كما فعلها الموسم الماضي عندما وصل إلى الدور النصف النهائي. البارحة مولودية الجزائر تأهلت للدور الثمن النهائي بالإضافة إلى شبيبة القبائل وأيضا اتحاد بلعباس ووفاق الصيف. اليوم مولودية السعيدة تخرج من السباق بعد خروجها بضربة الترجيح لصالح شباب بلوزداد، وأيضا فريق بارادو أتليتيك تعادل بصفر مقابل 0، ولكن خرج من السباق وأقصي عن طريق نصر حسن داي منشط الدور النهائي الموسم الماضي، ووصل إلى الدور الثمن أو الربع النهائي، في حين فريق شبيبة القبائل ولو بصعوبة على فريق فريد غازي اللاعب السابق الدولي في صفوف شبيبة القبائل، فاز بهدف من بولعويداد في الدقيقة 85. إذن اكتمل العدد. أهلي برج بوعراريج مزيان إغيل فاز بهدف سنشاهده مباشرة، كان كافيا. قلنا أن في الكأس ما عندكش التدارك وما عندكش الاستدراك. نعم، لما يتسجل عليك هدف صعيب باش تعود في المقابلة. باش تعود في المقابلة لازم تكون عندك إرادة قوية جدا وتفرض اللعب تاعك على الخصم. ولكن اليوم شفنا اتحاد الحراش ما لعبش كما متعود يلعب أحسن من المقابلة تاع اليوم، ولا سيما في احتكار الكرة. كان يعرف يجري الكرة وينرفز نوعا ما الخصم لأنه يحتفظ بالكرة جيدا. وزيادة على ذلك حتى بعض الفرص اللي أتيحت للاعبين اتحاد الحراج ما عرفوش يستغلوها. والمثل يعني هو مثلا شفنا ضربة جزاء اللي ضيعها يعني بصفة غريبة جدا، يعني حتى ولو الحارس يشاهدوها يعني الحارس ارتمى في الجهة الصحيحة، حتى الكيفية يعني، ولكن كاش فيه قوة، ما فيش دقة، ناقصة الدقة، ماش في مستوى كأس الجزائر. نعم بكل صراحة. وهذا ما جعل أن حقيقة اليوم شفنا اتحاد الحراش فريق متواضع جدا في هذا اللقاء. ولذا نظن أن تأهل برج بوعراريج مستحق، لأن كانت عندهم إرادة أكثر ورغبة أكثر في الفوز، والفرصة ربما كان عندهم
بعض الحالات اللي ممكن يستغلوها كفرص، ولكن الفرصة الوحيدة وهو الهدف اللي سجلوه واكتفوا بذلك. كان في فرصة مادوني في الشوط الثاني. نعم، عندما وحده مع الحارس وحده كان عندهم بعض 2 أو 3 حالات للتهديد. لا، انت كمدرب ما طلبش كثير يعني من اللاعبين على هذا المستوى، عندما يكونوا فعالين في فرصة او فرصتين يكفي يعني. يكفي. وهذا من جانب اتحاد الحراش كان عندهم فرص حتى في الوقت بدأ الضائع يعني في دقيقة 93 و 94 كان عندهم 2 فرص. فرصة واحدة من يعلاوي اللي ضيعها تماما، وقذفة قوية جدا، تسديدة قوية جدا. يعلاوي اللي صراحة أهل البرج كان يقتل المباراة. يعلاوي نعم، يعلاوي أهل البرج، ولكن مباشرة كاد انه بعد ذلك ملال يعني بتسديدة قوية جدا كان ممكن. وذكرت ملال تقريبا الوحيد يعني اللي يبقى في مستواه اليوم. والله أنا سجلت يعني في 46 49 64 و75 و94 دقيقة. في هذه الدقائق ما كان غير إلى ملال هو اللي يعني قليل جدا على هذا المستوى عندما تلعب ضد فريق حتى ضربة جزاء ملال يعني هو اللي دخل في المنطقة وحاول وتحصل على ضربة جزاء. كان ضربة جزاء، وحتى في ضربة جزاء نقص التركيز يعبر على يعني التحضير ربما الذهني اللي كان ربما ناقص اليوم بالنسبة لبعض اللاعبين اللي ممكن اتحاد الحراش تفاجأ بهذه الإرادة، رغم أننا نعرف أنه يعني من وقت فات أن أهل برج بعريج لما تلعب في 20 أوت في ملعبه ومباريات مثل هذه في كل مرة مستواه يكون جيد يعني. بالنسبة لبرج بعريج ما نقولش من الناحية الذهنية يعني اتحاد الحراش يعني دخل وكانوا نقولوا احنا هذه ضربة جزاء محمد يوبي. نكمل إذا كان ممكن نرجعوها. نعم نور الدين، شوف اليد اليسرى تاع اللاعب البرج، شوف فيه إعاقة بيد اليسرى. شفت اليد اليسرى على يعني بطن اللاعب اتحاد الحراش، وبالتالي حتى وضعية الحكم كان قريب، وبالتالي ضربة جزاء صحيحة فعلا. شوف هنا في الإعاقة تاع اليد اليسرى، شوف في بطن اللاعب. مهم جدا نتكلم على هذا المستوى لأنه نعم. كل قرار يعني أثر على لا قرار صحيح وسليم وضربة جزاء صحيحة. يعني التنفيذ هو الذي لم يكن سليم، بقول هو الذي لم يكن في يومه. نعم. الشيء كذلك يعني الإيجابي في فريق برج بوعرج ولا هو يعني لازم نتكلموا عليه، وبعد ما جاء المدرب بيرا يعني فعلا عبد الكريم بيرا يعني غير تماما، عطى أخرى ذهنية أخرى. نعم. ويعني الحضور تاع عبد الكريم بيرا يعني عنده الوزن تاعو في هذا المستوى اللي وصل له هذا الفريق. ولما نشوف المقابله تاع اليوم ما كانش فرق كبير، يعني ما كانش فرق تماما ما بين مستوى برج بوعريج ومستوى اتحاد الحراش. يعطينا فكره على انه هذا الفريق يتوجه شيئا فشيئا يلعب الادوار الاولى في الرابطه الثانيه والعوده الى الرابطه المحترفه الاولى، وما راح تكون مفاجاه يعني بين هذا هو الهدف تاعو، وهو الان باقي على الديناميكيه الايجابيه اللي كان عليه قبل هذا اللقاء تاع الكاس. يلا نستمع قبل ان نواصل الى الزميل بوساكر محمد صالح. نور الدين، من الصعب جدا ان تشق صفوف انصار اهلي البرج بوعريريج وهم المنتشرين في هذا التاهل لفريقهم. سنحاول ولو في عجاله نور الدين حتى لا نحرم المشاهد الكريم من اراء لاعبي اهلي البرج وفرحتهم بالتاهل. بدايه مع الدوادي العلمي، مبروك عليكم التاهل، كيفاش كانت المباراه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. التاهل كان صعيب مع فريق يعرف كيلعب كرة قدم. أول حاجة نهدي الفوز للطفل إن شاء الله ربي يشفاه إن شاء الله، ولي سيبورتير ولي جوار والبريزيدون والونطرينور والكل. والحمد لله لعبنا مع فريق يعرف يلعب كرة قدم. الحمد لله نحن لعبنا مقابلة معهم جميلة، تكاليفينا الحمد لله يا ربي. مبروك عليكم. نشوف مع الحارس مداح أيضا. مداح نقدر نقول انت اليوم ساهمت بدور ولعبت دور كبير في تاهل فريق اهلي برج بوعريريج الى الدور الربع النهائي، لانك تمكنت من صد ضربه الجزاء واللي هي اللي كانت المنعر تاع المقابله. انا الحمد لله درت غير خدمتي، وانا
كما نقولوا احنا، انا الحاجه اللي تهمني كي نشوف هذا الشعب فرحان، هذاك هو الصح. انا درت غير خدمتي، انا درت خدمتي بالنسبه لي، وتاهلوا على جداره واستحقاق. حنا خفالكش، حنا ماناش فرحانين اللي جوار، حنا فرحنا الشعب، شكون اللي جوار ماناش فرحانين باسكو رانا نمثلوا في اهل البرج، فريق كبير ماناش فريق صغير اللي رانا زعما طلعنا. والحمد لله نادي هذا التاهل كاع والديه، سيرتو خويا كبير اللي وقف معايا بزاف في كيما نقولوا احنا المصيبه اللي كانت عندي العام اللي فات، وعلى بالهم بها كاع العمر الخاص. المهم مدح بالنسبه للفريق اهلي برج بوعريريج، الهدف سقف الطموح تاعكم والهدف تاعكم هو العوده الى الرابطه المحترفه الاولى. هل التاهل هذا راح يخليكم تحضروا مباريات العوده بارتياح؟ احنا هذا قلتها لك الساعه، هذا المقابله تاع اليوم تعطينا الثقه باش نبداو مرحله العوده بارتياح. وحنا كما يقولوا الهدف الاول تاعنا والاخير هو الصعود، وان شاء الله نروحوا بعيد في كاس الجمهوريه، باسكو كاس الجمهوريه هي تخير. ونادي هذا الانتصار هذه نادى ونضموندي من السلطات تشوف فيها وتعاونها بشكرا. ان شاء الله. شكرا مداح على كل. نور الدين، اعتذر لانصار اتحاد الحراش لاننا حاولنا اكثر من مره اننا نقترب من اللاعبين ومن الطاقم الفني لفريق اتحاد الحراش، ولكن وجدنا رفض مطلق من قبل الجميع. على كل نقدر ظروف الطاقم الفني ولاعبي الحراش. في عجاله فقط سمحت نور الدين مع احد الاداريين لفريق اهلي برج بوعريريج. معليش خلي الفرحه. نقدر نقول الان الاداره راح تحضر بكل اريحيه الماركاتو نتاعكم. فعلا اول شيء الحمد لله على الانتصار هذا، التاهل للدور ربع النهائي اللي من 2009 ما تاهلنالوش. نشكر جميع الانصار، نشكر اللاعبين، نشكر الطاقم الفني، الطاقم المسير كامل على الانتصار الباهر هذا. اما فيما يتعلق بالسؤال اللي طرحته لي سيف سار، فعلا التاهل هذا راح يجعلنا في اريحيه تامه، وراح نحضروا ان شاء الله الميركاتو تاعنا، ندعموا الفريق ان شاء الله، وندخلوا كذلك ندخلوا الفريق في تربص مغلق الى غايه بدايه مرحله العوده ان شاء الله. ونتمنوا الهدف الاول تاعنا هو الصعود والعوده الى حظيره مباريات الكاس. اعطاتكم فكره على التشكيله وعلى التعداد انكم قادرين تلعبوا على الادوار الاولى والصعود المحترف الاول؟ بالفعل اللي يشوف المباراه اليوم يقول ما كانش فرق بين فريق اتحاد الحراش فريق شباب اهل البرج، اللي المستوى تاعنا ثاني كذلك مستوى ماشي تاع رابطه ثانيه، المستوى تاع رابطه اولى. عندنا فريق وعندنا لاعبين لعبوا كثير في المستوى العالي، وهذا كذلك رجع لنا حتى المباراه الكاس، رجعت لنا حتى الانصار تاعنا كما شفتوا اليوم، كون الملعب كان مكتظ عن اخره، والجمهور اللي كان برا اكثر من اللي كان داخل. هنيئا لاهلي برج بوعريريج، واحد اوفر لفريق اتحاد الحراش نور الدين في البطوله الوطنيه. إن شاء الله أجواء كبيرة وكبيرة جدا. ماذا سيحدث لو يمر إلى النصف النهائي أو إلى النهائي كما حدث في 2009 يعني؟ نعم والله أمبيونس كبيرة يعني، أجواء كبيرة. كرة القدم يعني تخلق أجواء غريبة وهائلة لما تربح المقابلات، ولا سيما في مدن مثل برج بوعريريج اللي كانوا ربما ينتظروا منذ وقت طويل أن فريقهم يعود إلى هذا المستوى، إلى هذا الدرجة. أول مرة يوصل الربع النهائي منذ 2009، العام اللي وصل فيه إلى النهائي يعني والله مدينة برج بوعريريج يعني عندها جمهور كبير جدا ويساند الفريق تاعو، يحب الفريق تاعو، ولما تكون نتائج هائله فالملعب دائما يكون يعني مقتض بالجماهير، وجماهيره غفيره جدا برج بوعريريج. ولذا نظن هذا الفرحه تاع اليوم راح تعطيه ربما انطلاقه احسن بما يخص المقابلات للبطوله، ولما لا ان شاء الله يكون ما بين الفرق اللي تصعد الفريق الوطني. يلا معليش نكملوا الفرحه مع سي مرزوقي رئيس فريق اهلي برج بوعريريج. تفضل ابو ساكر بعجاله، ماذا بك؟ دقيقه. نعم انا مضطر للعوده اليك العوده الى ملعب 20 وتحت الحاح الانصار. قالوا طلبوا من رئيس الفريق يقول كلمه حول هذا التاهل التاريخي. السلام عليكم. انا اليوم نشكر الانصار هذو اللي دخلوا في اليوم المقابله بقوه، نشكرهم بزاف ان شاء الله، خاطرش المقابله اليوم كانت تهمنا بزاف باش نعودوا في الروتور ان شاء الله شامبيونا. لازم هذه اللي راح تعطينا نفس باش نكونوا ملاح ان شاء الله، ونتمنى الجمهور هذا يزيد ان شاء الله يتبع الفريق تاعو، ونهدي الفوز هذا لسي فريد طباخي الله يرحمه الرئيس السابق،
ونشكر سي اسماعيل بن حمادي اللي راه واقف معايا وقفه اليوم، يعني لقيته غير هو، والحمد لله اللي لقينا رجاله اللي راه واقفه. وشكرا. شكرا. كما كنت تستمع نور الدين رئيس الفريق يهضر بحماس. اذا كان ممكن ناخذ كلمه فقط من احد المساعدين اللي يساعدوا الفريق بسرعه. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا الفوز هذا اليوم نتاع اللاعبين ونتاع المناصرين، يعني بارك الله فيهم وكل نشكرهم، وهذا دليل باللي كي يكون القلب وتكون العزيمه نربحوا، وان شاء الله الكارت فينال والدمي فينال ولا فينال. اذا شكرا لك. نذكر فقط في الاخير نور الدين لو سمحت انه ستنظم دوره للمرحوم الخالد المرحوم فريد تباخ يوم 7 من شهر الجانفي المقبل. شكرا لك نور الدين. ان شاء الله. شكرا وعوده ميمونه للزملاء الى الجزائر العاصمه، واخرى طبعا العوده الى قسنطينه. شكرا جزيلا للفرقه التقنيه لقسنطينة المحطة الجهوية التي ستقوم أيضا وتعود يوم الجمعة بحولها إلى البرج لنقل المباراة في متأخرة عن القسم الممتاز لكرة السلة رجال بين الاتحاد المحلي وفريق جي اس بي، طبعا في مباراة ستكون على المباشر. نعود إلى هذه المباراة. نختم أن أهلي برج بوعراريج استحق التأهل. اتحاد الحراش الآن راح يرجع إلى البطولة يعني. أكيد أن بالنسبة لاتحاد الحراش لأن ما عندوش اختيار آخر، وهو أن عليه أن يسترجع كل قواه لكي المرحلة الثانية للبطولة يكون أحسن فيها ويحسن نوعا ما الوضعية اللي راهو فيها. وهذا هو يعني اتحاد الحراش لما عنده لاعبين، يعني عنده فريق حقيقة هو عنده 13 14 لاعب، لما يغيبوا 3 أو 4 لاعبين تشعر فعلا التوازن تاع الفريق يعني ضاع نوعا ما. حتى الحارس يعني في خرجة الحارس كان في الهدف، ما نقولوش لو كان زغبة كان ممكن انه ما يسجلش، ولكن الخروج نتاعو ما كانش في يعني المستوى، غياب مدني، غياب حراق، يعني لاعبين ممتازين. لما نطلب من اللاعبين يكونوا منضبطين، مثل الحراق كان في مباراة ضد أولمبي المدية يعني نقولوا تنرفز، يعني الأسباب غير موضوعية تماما والله. وبعد ذلك عوقب بمباراتين. تكلمنا على هذا، تكلمنا على حراق وقلنا باللي ما لازمش يعني يكون منفعل مثل ما فعلا جرى في هذاك اللقاء. ونتيجة لهذا عدم مشاركة لاعبين الممتازين مثل الحراق وهو الإقصاء. يعني شوفوا راهو فريق ماشي نقولوا يعني هو السبب، ولكن لو يكون حاضر ربما الفريق يكون أحسن، مستواه يكون أحسن، لأن لا هذا لاعب ممتاز ولاعب عنده إمكانيات كبيرة فعلا. محمد جوبي، خلاصة لتحكيم غربال. نعم نوردين، شاهدنا مباراة مثيرة، والحكم يعني سير اللقاء، يعني ما نقولش ما ارتكبش اخطاء، ارتكب بعض الاخطاء التقديريه ولكن عفويه، بحيث اشار 5 بطاقات صفراء، 3 بطاقات للاعبي البرج وبطاقتين صفراوين للاعبي اتحاد الحراش. شفنا ضربة جزاء صحيحة لأنه في إعاقة على اللاعب المهاجم اتحاد الحراش. شفنا كذلك الهدف المسجل من طرف بن عاشور. شفنا نعم فيه نوع من تقديم الرجل، وإنما تقديم الرجل ما كانش كان جانبي، ما كانش أمام، لا يسبب خطر عن المدافع، وبالتالي أما عن الدفع يعني الصورة ما كانش واضحة جدا، لأن كان دودو كما قال الآخر، ما نقدروش نشوفوا هل فيه عمل دفع باليد أم لا على ظهر المدافع. وإنما عموما يعني التحكيم مقبول، يعني كان قريب عن كل اللقطات. المساعدين كذلك كانوا يعني كان تنسيق لا بأس مقبول. ومثل هذه يعني المباراة والله في بعض الأحيان يعني صعبة للتحكيم، لأن كل فريق يريد الفوز، وخاصة يتعلق الأمر بفريق من الدرجة الثانية يريد فوز على الفريق من الدرجة الأولى. السؤال نتاعي قبل المباراة قلت لك أن المباريات في بعض الأحيان لا تتشابه، يعني الأجواء اللي تجرى فيها يعني المنافسة والتنافس يكون ضغط أكثر عن الحكم، فيه ضغط أكثر طبعا. أنت في رأيك تأهل الثلاثي للدور ربع النهائي التحكيم هذا؟ هل تأهل أم هل تؤهله أم تقصيه؟
لا أؤهله ولا مقصد لا 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 يعني الرأي الراجح يرجع إلى اللجنة المركزية للتحكيم أو اللجنة الفيدرالية للتحكيم. أنا بعد الكلام تاعك كان نأهلوا هذا لا كاين لا حسب التحكيم تاع اليوم، لا أظن أن كان هناك بعض الحكام يعني أحسن وأفضل من التحكيم تاع اليوم. طبعا هذه كرة القدم. إذا كان ممكن مباشرة مع المباراة الأولى التي جرت اليوم على الساعة 2:30 مع بارادو أتليتيكو.